تحل غدا الاثنين الذكرى العشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في مناسبة تتجدد فيها نفس الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 8 ماي 2003، اليوم الذي أشرقت فيه جنبات القصر الملكي العامر بميلاد ولي العهد الذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اسم مولاي الحسن. وتشكل هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفرصة لتجسيد الارتباط المكين بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وقد جاء إطلاق اسم مولاي الحسن على ولي العهد تعبيرا عن قيم ومبادئ الوفاء لملكين عظيمين في تاريخ البلاد، هما السلطان مولاي الحسن الأول وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وتجسيدا لاستمرارية العرش واستقرار البلاد وتماسكها عبر التاريخ. وينطوي تخليد ذكرى ميلاد ولي العهد على رمزية تاريخية وعاطفية بالغة الدلالة، فهو تعبير عن الاستمرارية التي تتبع تاريخ الدولة العلوية الشريفة التي حافظ ملوكها طيلة أزيد من 3 قرون على القيم والمبادئ التي تأسست من أجلها، ألا وهي الدفاع عن وحدة الوطن واستقلاله وصيانة مقدساته المجسدة في شعار المملكة: الله الوطن الملك. ولذلك فإن الاحتفال بهذه الذكرى يجسد أروع صورة لتمسك الأمة على اختلاف مكوناتها بمبدأ الوفاء للعرش العلوي المجيد والحرص على استمراريته من خلال نظام التوارث والبيعة الشرعية لملك البلاد أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين. والواقع أن الاحتفال بهذه الذكرى السعيدة ما هو إلا تأكيد على ما لمؤسسة ولاية العهد من أهمية جديدة داخل أركان الدولة ونظام الحكم، ذلك أن ولاية العهد تعد من النظم الإسلامية العريقة، حيث تتلخص مقاصدها الشرعية في التأكيد على ضمانة استمرار الدولة في شخص الملك واستمرار قويمة الدين في شخص أمير المؤمنين. كما تتمثل الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مؤسسة ولاية العهد من خلال الحرص الموصول على تنشئة سموه في ظل أحسن الظروف ووفق برامج مخصصة للتربية والتكوين. وتشكل مشاركة الشعب المغربي الأسرة الملكية احتفالها بهذا الحدث السعيد عربونا على أواصر التلاحم والترابط التي ظلت على الدوام تجمع العرس بالشعب، وتأكيدا على تعليق هذا الأخير بقائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ضامن وحدة البلاد وتماسكها واستقرارها وتطورها ونموها، وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ جلالته يبذلها من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة على جميع الأصعدة لبناء مغرب الغد. ويعد هذا الحدث السعيد مناسبة لاستحضار الأنشطة البارزة التي قام بها صاحب السمو الملكي الولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي حصل في يوليوز 2020 على شهادة البكالوريا دورة 2020 خيار دولي مسلك علوم اقتصادية واجتماعية بميزة حسن جدا. ففي 28 مارس الماضي تم بالرباط تشييع جثمان الراحل عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وبتاريخ 17 نوفمبر 2022 أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بالرباط على افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في 17 أكتوبر 2022 حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر لمعرض الفرس الجديدة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في فترة ما بين 18 و 23 أكتوبر الجاري. وبالرباط في 18 سبتمبر 2022 ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بنادي البولو السويسي التابع للحرس الملكي المباراة النهائية للدورة الأولى لنيل كأس العرش في رياضة البولو. وفي شهر رمضان المبارك 1444 هجرية رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أنشطة مختلفة ترأسها جلالته، منها على الخصوص العملية الوطنية رمضان 1444 والدروس الحسنية وزيارة ضريح محمد الخامس بمناسبة حلول العاشر
من رمضان ذكرى وفاة أبي الأمة طيب الله تراه، وإحياء ليلة القدر المباركة وصلاة عيد الفطر وتقبل التهاني. وقبل ذلك رافق سموه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال ترأسه بمسجد حسان بالرباط لحفل ديني إحياء الليلة المولد النبوي الشريفة، ولافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 بمقر البرلمان. وكذا خلال استقبال جلالة الملك لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم المتميز في كأس العالم فيفا قطر 2022. وإلى جانب مجموعة من المجالس الوزارية التي ترأسها جلالته، رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليو 2022 خلال استقبال جلالته بالقصر الملكي بالرباط للسيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي قدم إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول